الدكتورة سعاد صالح رغم ان هي دكتورة محبوبة جدا، الناس بتحب جدا تسمع كلامها، بس ليها تصريحات بتكون صعبة او غريبة، يعني الناس مبتبقاش فاهمة هي بتقولها بناء على ايه، يعني هل في دليل على كلامها ولا لا؟ زي التصريح اللي هتسمعوه في الفيديو ده دلوقتي. آية إسلامي كبير مشهور، ما شاء الله تبارك الله، كان بيحتفل ببنته بتتجوز، وشفنا بنته في منتهى الجمال والروعة. يمكن أنا عشان بحب البنات لأن عندي بنت، فهي حبيبتي كانت شعرها حتة منه باينة كده. طلعت الدنيا وقامت إن إزاي قصة العروسة باينة وفستانها محتشم وجميلة. شوفي، من ميزة الشريعة عدم تحمل الإنسان فوق طاقته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصرا. فإذا كانت العروسة تجاوزت بعض الشيء في إن هي بينت جزء من شعرها، هذا من باب الفرحة وليس من باب القصد إلى بيان العورة أو بيان الشعر. مفيش أي حاجة، اتقوا الله ما استطعتم. احنا مش عايزين نفضل متربصين بالناس لغاية ما نطفشهم في الدين وكل حاجة. الإسلام حرام حرام، لا بالعكس يا جماعة، لابد يعني لما عروسة مثلا محجبة تيجي وقت فرحها تبين حتة مثلا من شعرها، مفيش أي مشكلة، ده مش حلال، مش حرام شرعا؟ مفيش أي مشكلة، مش حرام، ده عن غير قصد وليس عن قصد. عايزة تفرح مفيش أي مشكلة. أنا عن نفسي يعني حتى لو هي ما لبستش الطرحة في اليوم ده، أقول أن الله سبحانه وتعالى يغفر لها، ونعم بالله، لأن ده يوم فرحة، وبعد كده خلاص بتستغفر وبترجع عادي. طيب. الحقيقة ان كلامها ده ناس كتيرة جدا ما اقتنعتش بيه، وخصوصا ان هي ما ذكرتش اي دليل على كلامها من القرآن او السنة، او حتى استشهدت باي حد من الصحابة او الرسول عليه السلام او اهله كانوا بيعملوا حاجة زي كده. فده اللي خلى الناس ان هي مش مصدقة ان هي بتقول الكلام ده ليه، او يعني بتحلل حاجة ممكن تكون هي يعني ما فيش دليل على تحليلها في القرآن ولا في السنة. فده اللي خلى الناس استفزت جدا وكتبوا التعليقات اللي قدامكم دي. بصراحة آراءها غريبة جدا، ومستغربة جدا ان هي ليه بتعمل كده، لان هي المفروض اكتر واحدة عارفة ان اي فتوى حد بيطلعها لو الفتوى دي مش صحيحة هي بتحمل كل ذنب حد عمل بيها. فمستغربة ان هي بتقول حاجة زي كده من غير دليل على كلامها. فمش عارفة اقول ايه غير ربنا يهديها يا رب، يعني فعلا ربنا يهديها للطريق الصحيح.